عبد الحليم علي يوجه رسالة غامضة: أنت لاعب أناني ولا يوجد مارادونا في الزمالك. قال عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي مودرن سبورت أن إدارة نادي الزمالك يجب أن تفرض عقوبات على لاعبيها بعد الخسارة بثلاثية من بيراميدز في الجولة ال11 من الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أنه يجب رحيل أي لاعب ليس لديه انتماء للنادي. وتحدث عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: الزمالك يستحق أن تضحي بحياتك من أجله ومن أجل جماهيره، وهي البطل الحقيقي في تاريخ النادي. وأضاف: أنت لاعب أناني وترغب في الحصول على كل شيء ولا ترغب في تقديم أي شيء. لا أفهم كيف تحتاج ل6 أو 7 أشهر لتجديد عقدك. وأكمل: النادي وجماهيره هم من صنعوك، من كان يعرفك من قبل النادي أنت مش شايف ولا حاسس. خلي في دم وانتماء شوية. احتراف ايه؟ اذا لم يولد الانتماء لديك اطلع بره. من اين النصف مليار؟ تعليق مثير من عمرو اديب حول الاهلي المصري. اعرب الاعلامي عمرو اديب عن ضيقه الشديد اثر خسارة فريق الزمالك من منافسه بيراميدز خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، متسائلا في الوقت نفسه عن كيفية حصول المنافس التقليدي الأهلي على الأموال التي يجلب بها صفقاته. 4 رجال ينقذون حسين لبيب من جماهير الزمالك. تدخل 4 رجال من الأسماء الكبار داخل نادي الزمالك في اللحظات الحاسمة لإنقاذ مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب من غضب جماهير الفريق بعد تدهور الأوضاع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. نجم الزمالك زيزو رد على مشجع: سأنتقل الأهلي. رد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك بطريقة غريبة على أحد المشجعين الذي انفعل عليه بشدة خلال مواجهة بيراميدز. حازم إمام وميدو. خالد الغندور يقترح حلا لمشاكل الزمالك. اقترح الإعلامي خالد الغندور فكرة لتغيير شكل نادي الزمالك للأفضل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب خالد الغندور: المدير الرياضي ومدير التعاقدات لازم وفورا. حازم إمام وميدو نجوم كبار وعينهم حلوة وبيحبوا الزمالك بجد، لازم يبقوا لهم دور كبير في تغيير وشكل الفريق.